بفكر بس شوارع تركيا حلوة لهم مستعدين قطر ما شاء الله شوارع يا هوايا انت قاعدة معايا. الغرفة اللي حضل فيها اليوم بصراحة يعني غرفة 3 نجوم، وهذا أنا حلوة ظريفة نقضي فيها اليوم وبكرة نشوف شو الله بيسر معنا. مرحبا، كيفكن؟ شو الأخبار؟ بصراحة أنا كتير مستصعب صور هذا الفيديو لأنه صار لي زمان ما صورت فيديوهات على اليوتيوب، فإذا بتحبوني أرجع على اليوتيوب كتبوا لي تحت بالتعليقات. كلكم فايتين على هذا الفيديو لحتى تعرفوا أنا شو عم ساوي بقطر وليش طلعت وكيف طلعت، صح؟ آسف كتير من كل شخص عم يشوف الستوريات وكتير تضايق مني لأني سافرت وما ودعتك. بصراحة لأنه القصة صارت هيك فجأة وطلعت بسرعة. اللحظة اللي كنت عم نزل فيها ستوريات بينت الناس اللي بتحبك والناس اللي اخذتك مصلحة والناس اللي زعلت كرمال سفرك من دون علمهم. حابب اقول لكم شغله يا جماعه، انا ما سافرت على قطر، انا لساتني معكم هون بتركيا يا جماعه. عملت معكم مقلب صغير، انا اسف كتير. انا اسف كتير اني عملت معكم مقلب صغير. كل الناس صدقت، كل اللي حوالي صدق، رفقاتي، قرايبيني، الناس اللي متابعيني على الانستغرام، كل الناس صدقت انه انا صرت بقطر. والله العظيم عم حاكيكم وانا متضايق انه انا جاي على بالي اطلع على قطر، فعملت هالقصة وعملت هالكذبة كلها وعملت هالفيديوهات وفبركت الصوت اني انا صرت بقطر. فعن جد انا اسف، بس انتو اكلتوا مقلب مني، يعني مشي بشكل مو طبيعي. يعني تخيلوا مرت اخي لما عرفت اني انا وشافت الستوريات ومالي مخبر حدا بهذا الشيء، زعلت وبكيت. دقوا لي رفقاتي، يعني حتى السمان تبعنا بالحاره هون صار عم يدق لي في عليك كذا وفي عليك كذا، وين سافرت وتركتني، ليش ما دفعت عليك، ليش ما كذا، ففكرني اني انا هربت. فانا اسف من كل شخص يا جماعه، انا عملت معكم مقلب صغير، بس عن جد بينت الناس اللي بتحبني والناس اللي اخذتني مصلحه والناس اللي اطمنت علي، وانا ما في بيناتنا اي شيء. فانا بتشكركم كثير. كان مقلب صغير، انا اسف كثير، كان مقلب صغير، اكيد مشي عليكم، مشي على الناس كلها، فاسف. وانا لساتي بتركيا يا جماعه، الله يحكيكم انا مالي بقطر. السلام عليكم. يعطيكم العافيه. قبل ما اسكر الفيديو حبايب القلب، شو رايكم نرجع على اليوتيوب ونصير نصور فيديوهات مثل قبل؟ كتبوا لي تحت بالتعليقات. وشكرا لكل حدا اكل المقلب، وان شاء الله صحة معلم. انا لساتني بتركيا، يعني ابو البلد، ان شاء الله نطلع منها. اذا حدا بقطر يبعث لي دعوة. سلام عليكم.